انا كده قلقان عليك يا صاحبي. يا صاحبي احنا في دوريات، احنا كنا بنبقى فارقين عنك بال 20 نقطه وبال 15 نقطه وبال 25 نقطه، ولما كنا بنتعادل كنت بتحفل. انت بقى عايزني وانا في المنافسه، وحتى لو انا وحش، وحتى لو انا فيا اللي فيا وما حفلش. انت طيب قوي. انت جدع وطيب، جدع وطيب في نفس الوقت. ايه الحلاوه دي يا ابني؟ ايه الحلاوه دي والله. صباح الخير، صباح الخير يا رجاله. والله صباح جميل وصباح لذيذ، صباحكم بيضحك ان شاء الله. بصوا يا جماعه، والله العظيم بجد نصيحه يعني، لما تيجي تصاحب لازم تصاحب واحد جدع. ما ينفعش تصاحب اي حد وخلاص، لازم صاحبك ده يبقى ايه، سندال كده، رجوله، مرميه جدعنه. وقت ما تحتاجه تلاقيه، وقت ما تيجي تقع يسندك ويقومك معاه. هو صاحبي الزمالك. انا مصاحب برميل جدعنه. اي وقت تلاقيني بوقع فيه تلاقي الزمالك سداد ويشده ويقومه. متقعش يا صاحبي ويبقى زعلان عليه، وتلاقيه يخسر له ويتعادل له ويعمل له كل اللي هو عايزه. والله العظيم بالله عليكم بتشوفوا جدعانه كده في اي حته، في اي دوري في العالم بتلاقوا الجدعانه ديت زي الجدعانه بتاعت الزمالك. ايوه يا جماعه، لازم لما تصاحب جدع. وانت جدع يا صاحبي والله. المضحك في الموضوع والله العظيم بجد الناس اللي بتعلق وبتقول لك هو انت ليك عين تحفل، هو انت مش عارف ايه، هو انت ايه يا حبيبي، في ايه مالك؟ مش خير ان شاء الله؟ اكيد خير يعني، انا قلقان عليك والله بس مش اكتر يعني، الموضوع ده يقلق عليك انت. انا كده قلقان عليك يا صاحبي. يا صاحبي احنا في دوريات، احنا كنا بنبقى فارقين عنك بال 20 نقطه وبال 15 نقطه وبال 25 نقطه، ولما كنا بنتعادل كنت بتحفل. انت بقى عايزني وانا في المنافسه، وحتى لو انا وحش، وحتى لو انا فيا اللي فيا وما حفلش. انت طيب قوي. انت جدع وطيب، جدع وطيب في نفس الوقت. ايه الحلاوه دي يا ابني؟ ايه الحلاوه دي والله. وبعدين اجمد كده، ولسه انت شفت حاجه؟ امال لما تنزل بقى المركز الثاني وبعدها للثالث، والله اعلى واعلم بقى هتعرف تاخد الثالث ولا ممكن حد ياخده منك. فدي حاجه بتاعتك انت، انا ماليش فيها. بس يا حبيبي عندي عين احفل طبيعي والله، ده عادي والله. انت اللي بس اللي فاهم غلط. ما هو بص، المشكله ان انت مش قادر تقتنع بيه ومش قادر تفهمه. انت موجود لحد دلوقتي في المنافسه، والله مش عشان انت حلو، انت من جواك عارف انك وحش. يعني انت من جواك عارف انك وحش، بس انت في المنافسه دي عشان انا اللي وحش. مش انت اللي حلو. يعني تخيل والله العظيم الدوري ده لو الاهلي فايق من اول الموسم، اقسم بالله كان نهى الدوري دوت مثلا من الدور الاول. كان الماتشات بتاعت امبارح دي كده كان الاهلي خلاص خد الدوري اصلا رسمي. رسمي. انت متخيل؟ فعشان انا وحش، انا عارف ان انا وحش ومركز مع فرقتي وبحاول ان انا دايما ايه ادعمها، وبحاول ان انا اشدهم، وبحاول ان انا مثلا انتقدهم لما يكونوا وحشين. كل الكلام ده انا ما تشغلش بالك انت بيه، انا هعمله مع فرقتي، ما تشغلش بالك انت. لكن انت لما تخسر طبيعي ان انا احفل. انت يا ابني يعني انت جدع بس طيب قوي والله بزياده بزياده. بس زي ما قلت لكم يا جماعه، بالله عليكم لما تيجوا تدوروا على صاحب، دوروا على صاحب جدع زي الزمالك، اوعى تدور على اي حد. وبالنسبه بقى طبعا للمنافسه وللدوري وللاهلي ومش عارف ايه والكلام ده كله، احب اقول لك ان سبحان الله لو كنا كسبنا كل الماتشات اللي فاتت وتصدرنا ومش عارف، الدوري مش هيبقى ليه طعم. عارف انت حلاوه الدوري ده باللي هو اللي انت فيه دلوقتي، بعد ما كنت يائس وكنت ايه عمال تشتم في فرقتك، الكوره مشيت معاك والتوفيق مشي معاك، قعدت بقى تكبرها وتجعلصها، واحنا 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 واحنا، وفي الاخر ان شاء الله ناخد الدوري يبقى ليه طعم، يبقى دوري حلو، دوري لذيذ من الدوريات بتاعتنا كده اللي هي الحلوه اللذيذه. بس انت اللي بتصعبها على نفسك والله. انت اللي بتصعبها على نفسك، وانت اللي كبرتها وجعلصتها، فاستحمل بقى، وبادئ الدوري لسه جاي. صباحكم بيضحك يا رجاله.